اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، واستمرارا لسلسلة التخزينات والتفريزات والتجهيزات لشهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. برضو كده من وقت للتاني زي ما قلتلك، مش كل مرة واحدة، كل فترة تعملي حاجة عشان ما تجهديش نفسك، وميزانيتك ومصروفك تقدري تكملي بيه عادي خالص من غير ما تحسي بكل التكلفة مرة واحدة. زي ما قلنا كل فترة هنعمل حاجة، يعني كل ما بتاخدي مصروفك مثلا بالأسبوع هتخصصي منه جزء كل أسبوع تجيبي حاجة وتخزنيها. بتاخدي كل 15 يوم نفس الحكاية، كل شهر هتطلعي منه مبلغ كده وتجيبي برضو شوية الحاجات الضرورية اللي هتخلص وتمشي وهتبقى غالية في الوقت بتاع رمضان وتخزنيها. زي ما انا هبدأ معاكم كده، انا هبدأ معاكم هريسة الشطة الحمراء والخضراء وشوية بسلة تكملة، لان انا كنت عاملة برضو كمية بسلة قبل كده، ودي تكملة تاني عشان برضو البسلة من الحاجات الحلوة والموفرة وطعمها حلو. ولو عندك عزومة بتنجزك، لو عندك مش مثلا مكسلة تنزلي تجيبي خضار وعندك كيس خضار، كيس بسلة على حبة رز وهتقضي اليوم. يعني هنمشي حالنا زي ما قلنا عشان الغلا اللي احنا فيه ده والأسعار. ويا رب كلنا كده ان شاء الله نقدر يعني نعدي الأزمة دي بخير ان شاء الله من غير ما تأثر علينا وعلى بيوتنا. هنعمل مع بعض كمية من الفلفل الأخضر زي ما قلت لك، وحار خلي بالك. يعني لو انتي مثلا معاكي سكينة ما معاكيش مقص البسي جوانتي عشان بصراحة حامي جدا. بس حركة المقص دي بصراحة يعني فرقت معايا وما بتخلينيش اتأثر بأي حاجة. زي ما انت شايفة كده انا عملت الاول ربع كيلو فلفل اخضر، حطيت عليه حوالي راس توم كبيرة او راسين كده توم، وهبدأ افرمهم زي ما انت شايفة كده في الكبة فرم ناعم على قد ما تقدري. تفرميه كده مرة واتنين، وبعد كده هننزل عليه بالبهارات وحوالي ربع كوباية زيت، وعلى الوش حبة زيت. ادي كده خلصنا منها. والفلفل زي ما انتي عارفة الشطة دي ما بنستغناش عنها نهائي. حبة مخلل طماطم تعمليهم قبل الفطار بشوية، بتنجان سمك، معلقة على اي طبيخ بتحطيه على المحشي بيبقى طعمه تحفة. يعني بصراحة من الاساسيات اللي لازم تبقى موجودة في تلاجتك في شهر رمضان وغير شهر رمضان. يعني بصراحة انا مش بقطعها خالص لا في رمضان ولا غير رمضان. وهنا كده حطيت حوالي ربع كوباية زيت، ده زيت زيتون. طبعا انت لو زيت عادي خالص يعني انا عندي زيت زيتون فحطيت يعني حبة صغيرين كده، وعلى الوش هحط زيت عادي. وبعد كده انا مش بحط البهارات بتاعتي كاملة يعني انا بس بطعمها، يعني معلقتين صغيرين ملح ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة. تحطيها عليها برضو بيديكي طعم حلو كده. والتتبيله دي لما بتفضل فيها كل ما بتقعد معاها كل ما تديها طعم حلو. واحنا كده كده لما بنطلع الحته ونيجي نعمل بيها اي حاجه بنتبلها وبنهيئها برضو كويس. انا هفضل اضرب فيها لحد ما توصل للدرجه اللي انا عايزاها. انا بحبها ناعمه، انتي بقى انتي وراحتك، بتحبيها خشنه نص طحنه براحتك خالص. انا وصلتها كده للدرجه ديت. وهنا عندي العلب ديت، لو عندك علب تلاجة عاديه، لو ما عندكش علب تلاجة ولا علب من دي اكياس وتحطيها وتبططيها كده برضو مش هتاخد معاكي وقت مكان في الفريزر، وبرضو هتبقى جميله وتقطعي الحته وسهله خالص. زي ما انت شايفه كده انا هنزل كل الكميه اللي عندي في العلبه دي كده. وتبدأي تسويها كده بالراحة خالص، وعلى وشها شوية زيت ولا أي حاجة وخلاص كده. بتفضل معاكي في الفريزر زي ما قلتلك من السنة للسنة. وفي نفس الكبة مش هشطفها ولا أي حاجة، هعمل نفس الحكاية مع الفلفل الأحمر وبرده حامي جدا. طبعا المقص دوت احنا عاملينه للمطبخ بس، مش بنستخدمه في أي حاجة تانية غير المطبخ بس. بيسهل بصراحة عليا التقطيع، ولا ايدي تحرقني ولا أي حاجة. هقطع برضو كده. هنا الفلفل الاحمر ده انا عامله نص كيلو، لان انا بعد كده بعد الفيديو دوت جبت فلفل تاني اخضر واحمر تاني وعملته. بس انا يعني ايه عملت معاكي بحيث ان انت ما تعمليش كميه كبيره مره واحده. يعني انا زي ما بقولك على قد كل مره وانت نازله السوق او نازله تشتري خضار، هاتي من كل حاجه ربع كيلو او نص كيلو، الفلوس الفكه اللي معاكي.
هاتي بيها ربع كيلو في مره، ربع كيلو في مره، ربع كيلو، هتعملي كميه قبل ما يجي الشهر معاكي هتكوني خزنتي كل حاجه ومتوفره عندك في تلاجتك. هنا برضو حطيت كميه من التوم، حوالي راس توم كبيره كده، وبرضو معلقه من كل حاجه، من الملح والكمون والكزبره. ودي ممكن اختياري، ممكن ما تحطيش كده البهارات ديت وتخليها لما تيجي تستخدميها، بس انا بصراحه بحبها احطها. وبرضو هفرمها هنا. ودي كان معايا برضو كميه من الشطه في العلبه التانية، رحت منزلاها عليها. قلت عشان يتخلطوا كده مع بعض قبل ما بتخلص بكون عامله العلبه التانية كده. وتفرمي بقى الفرمه برضو زي ما قلتلك الدرجه اللي انت عايزاها. الحاجات دي بتبقى جميله وموفره معانا في البيت، وبتسهل علينا بصراحة. يعني في رمضان كده مثلا بتطلع في دماغك تعملي اي حاجة، مخلل مثلا مش عندك مخلل واحتاجتي مثلا تعملي اي حاجة قبل المغرب وخلاص، يعني كان رايح من دماغك. لو عندك طماطميتين جامدين بتروحي مقطعاهم كده شرايح وحشيهم بالحشوة الجبارة دي وتحطيهم جنب الاكل بيبقوا تحفة. خلاص كده. بصي الدرجة اللي انت يعني زي ما قلتلك، عايزاها خشنة عايزاها ناعمة، دي في ايدك. انا من الناس اللي بحبها ناعمة، انت بقى وراحتك. يعني عايزاها تبقى مثلا عشان تحطيها مثلا على التسبيكة وانت بتعملي، عايزاها تبقى خشنة شوية، براحتك خالص. ادي كده وصلت للدرجة اللي انا عايزاها، وبرده في العلبة كده، وهنزل بيها كلها. ولو لسه بقى لحد هنا متابعاني والفيديو عجبك ولو طلعت منه بفكرة بسيطة، اتمنى يا رب تشجعيني وتحطي لي اللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك الاشعار والتنبيهات بالفيديو. وادي كده برضو كمية البسلة معانا، ولا سلقاها ولا اي حاجة، انا مجرد ان انا غسلاها ومنشفاها كويس في المصفى ومقطعه عليها الجزر وبس كده. انا مش بسلق البسله ومش بسلق الخضار اللي بيتخزن، مجرد ان انتي بتغسليها كويس وتصفيها كويس جدا. اهم حاجه زي ما قلت لك الفيديو اللي فات، تنشفيها كويس جدا جدا على قد ما تقدري. وهو ده سر نجاح البسله، ان هي ما تخليهاش تغير طعمها لما تطلعيها كده، ما تبقاش ليها طعم كده يعني كلنا عارفينه. ان هي ايه، ان انتي تنشفيها كويس جدا جدا جدا. وتعبي طبعا كل واحدة فينا عارفة مقدار اللي هي بتعمله الطبخة بتاعتها، وتعبيها اكياس كده. واهم برضو تركية تانية، ان انت تطلعي الهواء من الكيس. لازم تطلعي الهواء من الكيس كويس جدا، عشان برضو الهواء من الحاجات اللي بتبوظ التفريزات معانا. زي ما انت شايفة كده انا بلف الكيس وبطلع منه الهواء على قد ما اقدر. وادي كمية البسلة اللي طلعت معانا دي بالجزر. انا المرة اللي فاتت عملتها من غير جزر وقلتلك انا بعمل كده وكده عشان ساعات بحتاجها من غير الجزر. زي ما انت شايفة كده طلعت معايا كمية حلوة كده ما شاء الله، يعني يعتبر 5 اكياس، يعني 5 طبقات عندي، وطلعت قبل كده برضو كام واحدة زي ما انت شايفة كده. وادي معانا الشطة بتاعتنا الجميلة الحلوة اللي ما بتستغنيش عنها في اي طبخة، لازم تكون فعلا في التلاجة بتاعتك وموجودة طول السنة. اتمنى يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبك واستفدتي منه ولو بمعلومة بسيطة. ولو بقى استفدتي منه زي ما قلت لك شجعيني باللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي اليوتيوب يرشحه. وتشجعيني كده عشان القناة تكبر بيكي، واعمل لك ان شاء الله ان شاء الله اعمل لك فيديوهات كتيرة. ولسه ما تستعجليش، لسه في سلسلة من التفريزات جاية ان شاء الله. والسلام عليكم.